السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعاني كثير من الأحبة من سرعة السأم من الطاعة في رمضان. أول رمضان بسم الله ما شاء الله الواحد بفوت على رمضان قراءة قرآن كل أول يوم 5 أجزاء ولربما 10 أجزاء خلص، وتصدق ومسارعة للتراويح، وبيجي أول ما بيفطر على رطبات بيجي على صلاة التراويح بيصلي مع الإمام وما بده يروح ولا ركعة وكذا، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس ينفس، وبلش يحس انه العباده صارت ثقيله على قلبه، وبده يعني حابب يضل بجو الطاعه، بس انه لا في ثقل، في نوع من الوحشه عم بحس انه مع انه صحيح عم بقرا قران بس صار في نوع من الملل. طب شو السبب؟ ليه عم بحس بهالشيء؟ بهالمقطع باذن الله حبين هالموضوع. اخي الكريم، انت لو عندك وعاء، طنجره، صحن، سميه ما شئت، عندك وعاء قاعد عم تستخدمه واتى عليه اوساخ الطعام اول يوم وما نظفته، ثاني يوم وما نظفته، ثالث يوم، وطالع عليها الامد، انت لما بدك تيجي تكمش هاي الطنجره الوعاء وبدك تنظفها، هل دغري حتنظف معك؟ بالفتره الاولى حتقعد انت تمسح فيها وتشيل الدهون المتراكمه واللي ضلت وكذا، وحتلاقي نوع من الشده انت قاعد عم بتنظف. قلبك مثل الوعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه حبيبك قال: إذا أذنب ابن آدم نكتت في قلبه نكتة سوداء. أنت لا نظرت نظرة محرمة، نكتة سوداء. تكلمت باستغابة، نكتة سوداء. فعلت ما هو أعظم، نكتة كبيرة سوداء أتت على قلبك. وأنت شو طنشت الموضوع الاستغفار؟ قال: فإن تاب محيت عنها، وإلا بقيت. ثم إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى تصبح القلوب على نوعين: أبيض كالثلج، وإما أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طب في كثير منا ناس أجلوا موضوع التوبة، يعني أول نظرة، ثاني نظرة، أول كلمة، ثاني كلمة، ثالث كلمة، خلال سنة شوف السواد اللي خلال سنة ونحن ما تايبين منه قد تجمع على قلبنا. وأنت بتيجي برمضان بدك تنظف هذا القلب حتى يعود أبيض كالثلج، هو أسود مفحم من المعاصي. أنت متوقع إنه أول ما تقرأ قرآن دغري يجي هيك القرآن يصير هيك عب بالمع، يصير كالثلج وتمشي، لا، في عندك مرحلة يلي فيها نوع من الحرارة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لما تيجي هيك في عندك القرآن عم بينزل على قلبك يلي هو فيه لهيب المعصية وسوادها عم بيجي عليه نور، في عندك نوع من المنازعة، نوع من التنظيف عم بيصير القلب. قرآن عم بتنظف، صحيح عم تتوجه بس عم بتنظف أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، في نوع من الجهاد. هي أنت بتكون بالمرحلة الأولى مرحلة المجاهدة، مرحلة تنظيف القلب. يمكن ياخذ معك يوم، أسبوع، لربما شهر كامل انت قاعد عم بتنظف في القلب على حسب السيئات اللي انت جمعتها خلال عام كامل، وانت بدك تنظفها بشو؟ بثواني. بعد ما توصل عندك مرحله التنظيف ومرحله المجاهده بتصير انت ما تقدر تعيش بلا النظافه اللي انت عشت فيها. يعني مثلا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كان يقول يجلس من صلاه الفجر حتى الضحى يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويراجع القرآن، ويقول في النهاية: هذه غدوتي، مثل الترويئة يعني الفطور اللي احنا نفطر، ومثل السحور الصائم، هذه غدوتي إن لم أتناولها خارت قواي. بتبطل قادر تعيش خارج الجو الإيماني. أحد السلف يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، مجاهد ومكابد وكذا، قال: وتلذذت بها 20 سنة. أنت اشتغل إنه قلبك ينضف قبل رمضان، تكون مرحلة التنظيف والمجاهدة والمكابدة ونوع الحرارة ونوع الإشراق اللي بيكون بقلبك قبل رمضان لحتى توصل لرمضان انت شو؟ بتلذذ بالطاعة، ما قادر تعيش بدونها. بيجي رمضان بتزيد انت بالطاعة وبتزيد بالعبادة، وبتحس حالك انت اساسا ولو كنت عم تعبد الله قبل رمضان وشهر شعبان يلي هو شهر القراء، ويلي هو أكثر شهر يصومه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، انت صمت وقرأت قرآن وتقربت إلى الله، بتفوت على رمضان حامي أكثر وبدك تتقرب من رب العالمين أكثر. ليه؟ عشان قلبك تعود على الطاعة، بطل قادر يبعد عنها. ولذلك قال العلماء: من ثواب الحسنة بعدها، كل ما تعمل حسنة الحسنة تجر أختها. فأنت احرص بشهر شعبان على أنك تتقرب من رب العالمين، ما تنطر لحتى يجي رمضان تفتح المصحف، لا، افتحه من هلا، بلش قراءة قرآن، بلش بالصدقات من هلا، بلش بالصيام، عود نفسك على الصيام حتى تدخل على رمضان بشوق أكثر للطاعة، بقلب أبيض كالثلج. بيض الله قلوبكم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.